ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل اي حاجه زي ما متعودين هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واللي مش حاطط لايك ينزل يلا دلوقتي حالا قبل ما ينسى يحط اللايك. واللي مش مشترك في القناه يشترك. مش هياخد منكم 5 ثواني، بس الموضوع ده هيفرق معايا جدا جدا. الوصفه اللي جايه لكم بيها النهارده وصفه سهله وسريعه، ما فيهاش حاجات كتير، ما فيهاش شغل كتير، ما بتاخدش مواعين كتير. هي الطاسه اللي بنعمل فيها هي طاسه واحده بس. اعملوا حسابكم قبل ما تعملوا الوصفه دي كيس عيش كده كبير حطوه جنبه منكم عشان هتخلصوه، لان طعمها تحفه تحفه تحفه. زي ما انتوا شايفين اول حاجه عملتها اللي انا قليت البتنجان، وفي نفس الطاسه اللي قليت فيها البتنجان هنزل عليها بمعلقتين توم مفرومين بس كده. يعني في نفس الطاسه، مش هنستهلك ولا طاسات ولا اي حاجه. اول ما حطيت الثوم هنزل عليه برضو بقرنين فلفل حامين. طبعا اللي مش بيحب الحامي ممكن يحط فلفل كوبي، بس الفلفل الحامي بيبقى احلى، يعني بيخلي الاكله حرشه كده. يا دوبك الثوم اخد لون نزلت عليهم بمعلقتين صلصه. اول ما الثوم كده ياخد لون، بس ما اسيبوش لحد ما يتحرق، يعني يتحمر كده يبقى لونه ذهبي، هنزل عليهم بمعلقتين صلصه وكوبايه ميه. طبعا البهارات بتاعتنا برضو بهارات سهله، هنحط ملح وكمون بس. هي دي المقادير: ملح وكمون، صلصه وتوم وفلفل وبتنجان، حاجه موجوده في كل البيوت بس ما فيهاش اي افتكاسه. عايزه اقول لكم يا جماعه ان والله العظيم بجد جوزي اصلا ما بيحبش البتنجان، ما بياكلوش خالص. بعد الوصفه دي اصلا ماما اللي قالتها لي، حبه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم هو اصلا ما بياكلش البتنجان، ما بيحبوش. بعد ما حطيت الصلصه والطماطم سبتها لحد ما تتسبك. بعد ما اتسبكت خالص قفلت النار، ما سبتش النار شغاله. اول ما اتسبكت قفلت النار ونزلت عليها بالبتنجان. البتنجان مقلي هو مستوي، فمش هحتاج النار تبقى شغاله عشان خاطر البتنجان ما يتهريش، هيبقى مهري كده. لا هو كده قفلت النار وحلو قوي كده. بعد ما حطيت هقلب بقى كل ده في بعض عشان البتنجان يشرب من طعم الصلصه اللي هو الثوم والفلفل والصلصه وكده. بس كده اكله سهله وسريعه، مش مكلفه خالص، ما بتاخدش من الوقت اكتر من 5 دقايق، وفي نفس الطاسه ما بتعملكيش اي مواعين. اكله منجزه للوقت. طبعا اللي عايز يعمل جنب منها اي حاجه ممكن يعمل، مثلا ممكن تعملي جنب منها بطاطس مقليه، جبنه قديمه بالطماطم، اي حاجه. عايزه اقول لكم الطعم كان والله خطير وتحفه. الشكل طبعا زي ما انتم شايفين تحفه، الريحه تحفه وتحفه وتحفه، بس ما بتظهرش للاسف الشديد. بس كده وصفتنا سهله وخلصت. ما تنسوش يا حبايب قلبي تحطولي لايك لو انتوا لسه ما حطيتوش. بحبكم.